الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين صينية أجنحة مشوية في الفرن، عايزة أقول لكم خطيرة بجد، هتعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده، ده شكلها بعد ما جهزت. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، زي الفل. من حاجة بسيطة خالص هنعمل أحلى صينية النهاردة وأحلى فطار. تعالى أقول لكم تتبيلة بكل بساطة. زي ما انتم شايفين كده، هنجيب كوباية من الزبادي، هنحط عليها معلقتين كبار من الكاتشب، هنحط عليها كمان معلقتين كبار من الزيت. عايزه اقول لكم التتبيله دي مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها. هنحط عليها معلقه كبيره من الخل، ربع معلقه صغيره من الجنزبيل، معلقتين كبار من الثوم البودره، معلقه كبيره من بهارات الفراخ. هنحط كمان حاجه بسيطه خالص من البابريكا، ممكن معلقه صغيره، وكمان مكعب مرقه. وهنحط معلقه صغيره من الملح وفلفل اسود. عايزه اقول لكم بقى اللي هيخلي التتبيله دي خطيره معاكي هو معلقه كبيره من العسل الاسود، ولو عندك عسل ابيض ممكن تحطيه. الاتنين بيدوا نتيجه هايله بصراحه. هنقلب كويس زي ما انتم شايفين كده، لحد ما نقلب كده البهارات كلها في بعضها، وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. القمر ده ما شاء الله اللهم بارك، تتبيله ريحتها حلوه جدا، هتفتح نفسكم وحلوه. تقدري تعمليها لاي نوع من انواع الفراخ، مش بس الاجنحه. هنا الاجنحه مغسوله كويس زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بالتتبيله بتاعتنا اللي ريحتها خطيره بجد والله وحلوه قوي. الزبادي اصلا لما بتحط في اي وصفه بيخليها حلوه، بيخلي التتبيله بتاعتها حلوه. هنقلب بقى كويس جدا كده عشان تشرب من التتبيله. لو مستعجلين عليها هنسيبها نص ساعه او هنسيبها ساعه. لو احنا مش مستعجلين يفضل ان انت تسيبيها من بالليل، زي ما انا سبتها من بالليل هتديكي نتيجه هايله. ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كده. تشرب من التتبيله براحتها. نقوم تاني يوم ناخدها نسويها بقى على طول. هنا جبت الصينيه زي ما انتم شايفين، فتحت الفرن وجبت الصينيه. هبدا ارص الاجنحه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، شكل كده يكون حلو كده يفتح النفس. وبعد كده هندخلها بقى نسويها في الفرن. هنغطيها كده بورقه الومنيوم وندخلها الفرن لحد لما تستوي. الاول بعد ما تستوي هنشيل ورقه الالومنيوم وهنسيبها بس تاخد وش كده تحت الشوايه. هتديكي نتيجة حلوة جدا وهتطلع معاكي لذيذة. عايزة اقول لكم اصلا الأجنحة طعمها يعني عايزة اقول لكم سكر والله العظيم، طلع حلوة قوي. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، حاجة زي الفل. عملت جنبها ايه بقى؟ هتشوفوا معايا دلوقتي. عملت رز بسمتي. طبعا رز البسمتي جنب اي مشاوي بيبقى طعمه حلو قوي. ولو عايزين انزل لكم الطريقة بتاعته، احنا تقريبا نزلناها قبل كده في الفراخ المشوية، ولو عايزين انزله لكم تاني مفيش مشكلة، اكتبولي في الكومنتات. طبعا في كل بيت حد ما بيحبش الأجنحة، بس أنا عايزة أقولك إن الطريقة دي هتخليهم يحبوا الأجنحة، وجربيها وقوليلي في الكومنتات. زي ما انتوا شايفين كده، جبت الرز وحطيته كده على الصينية. طبعا بعد ما استوى، كنا يدوب قبل الفطار بحاجة بسيطة خالص. بعد ما استوى وهرص كده الأجنحة عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل صينية حلوة من حاجة بسيطة خالص، يعني بسيطة مش تاخد معاكي وقت خالص. حمرت كده شوية بطاطس، وحمرت كمان شوية سمبوسة بالجبنة، او لو عندك اي نوع اي حاجة حابة تحطيها، شيبسي مثلا، اي حاجة انت عايزة تحطيها زيني بالصينية حطيها. صينية سهلة جدا وبسيطة، وشوية كزبرة كده ورشيت عليها عشان تبقى شكلها حلو. وبألف هنا وشفا، وعايزاكم تجربوا التتبيلة دي وتقوليلي في الكومنتات. ودي صينية بسيطة جدا وسهلة جدا، وما اخدتش وقت خالص معانا في المطبخ. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسيش بقى ان انت لو وصلت لحد هنا تحطي لايك للفيديو، كومنت حلو برأيك. اشوفكم في فيديو جديد على خير، وباي باي.